السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى اقول لكم مقادير اجمل صينية سمك تشرفك في عزومات السمك الجميلة وتخليكي مميزة في عمايل السمك بتاعك. طعم وريحة ولا في ريحة سمك اصلا في الشقة، كأنك عاملة لحمة بصراحة يعني. واقول لك سر تتبيلة السمك بتاعتي ايه. طبعا انا كنت متبلاه ومنضفاه، بس هو عايز نضف كمان مرة، لسه هعيد عليه كمان تاني. سر تتبيله السمك بتاعتي يا جماعه، بعصر عليها ليمونه وحبه ملح. عايز تحطي خل حطي، بس انا من رايي بلاش خل عشان ما يهرش السمك. ليمون وملح بس، وتسيبيه يتنقع بقى شويه 10 دقايق بس كده، يشرب من الملح والليمون. وبعد كده تاخديه تغسليه على الحوض كويس وتعيدي الغسيل بتاعه تاني. هتلاقي بقى تبصي هتشمي ريحه السمك من جوه كده، ما ريحتوش سمك اصلا يعني، ملوش اي ريحه. شايفين بقى جميل. تعالوا بقى البهارات: زعتر، قرنفل وجوز الطيب، كوبيبه صيني، كاري، كوبيبه صيني، كاري، ده كمون، بابريكا، ملح، شطه، فلفل، وده توم مهروس، فلفل الوان، بصلتين مفرومين، ودي صلصه دي انا مطلعها من الفريزر، مطلعها فوق. الصلصه دي اللي انا كنت عاملاها معاكم موجوده طريقتها في القناه يا جماعه، جميله جدا وتقيله وتحفه. لونها شوف اللون، اظن مفيش صلصه بره بتشتريها بالطريقه دي اصلا، ودي انضف من بره. بره ايه، دي انضف من بره كتير. دلوقتي هنحشي بقى السمك. انت عايزه تعملي ني في ني براحتك، في ناس بتعمله ني في ني، بس احنا بنحب نصفر السمك شويه نديله لون، بس لون. هتبله بالثوم والفلفل، وبعد كده هعمله بالدقيق، هبدره بالدقيق. هبدره بالدقيق. طبعا هنبدره بالدقيق زي ما انتوا شايفين. هنروح بقى على الطاسه ونديله تشويحه خفيفه كده، لون خفيف. اديله تحميره بقى في الزيت، لون خفيف كده يا جماعه. في مش عايزاهم يصفروا يا جماعه ولا يغمقوا، انا عايزه بس اشم ريحه البصل والثوم والفلفل، اشم ريحتهم بس. وتحطي يعني عايزه تحطي بهارات. انا كنت حطيت كاري وهو بياخد لون، حطيت معلقه كاري ونص يعني نصه كده، وحبه فلفل اسود وكوبيبه صيني عشان اشم الريحه. بصي دبليهم بس، مش عايزين نصفرهم ولا نديهم، هندبلهم بس زي ما انتوا شايفين كده.
وحطينا الثوم، هندي تقليبه خفيفه. بقى هنخليه نحطه على الصينيه. بجد يا جماعه الطريقه دي تحفه جدا جدا، واسهل طريقه بجد، سهله وجميله وطعمها تحفه. بنحط بقى البصل في القاع. انت على السطح، انت على السطح، انت على السطح، انت السكينة، هات السكينة واحدة بس، سكينة واحدة بس، سكينة واحدة بس يا ماما. هنظبط البصل برضو لو عايز شويه ملح. انا بحب ده، يا قولي تاني. انا عاوزة سكينة، انا عاوزة سكينة اقطع بيها مع اختي على السطح، عاوزة اقطع مع اختي يا ماما. ما هي رفيعه دلوقتي بقى رفيعه. هات السكينة هزعلك والله. عشان خاطر. خدي رفيعه وهاتها تاني. هنبدأ بقى نحط الصلصة. في تكه لسه المعلقه، هنحط شويه ملح كمان ومعلقه زيت من بواقي السمك. طبعا دول كانوا شويه بصل بالتتبيله، لازم تحطي على الوش شويه كمان، بيدي ريحه وطعم كمان للاكل. نحط بقى الصلصه ونحط معلقه زيت كده في الاخر، ودي بعد ما حمرناه يا بنات. وبألف هنا وشفا حبايبي على قلوبكم. جربوا الطريقه دي بجد.